مبادرات كثيرة تقدمت بها جهات سياسية مختلفة لإخراج مصر من أزمتها، أبرزها 3 مبادرات تتم مناقشتها. المبادرة الأخيرة تحمل توقيع نائب رئيس حزب غد الثورة محمد محي الدين، تتضمن قبول الإخوان وأنصارهم بعزل مرسي مع إطلاق سراحه ومحي حصانة من الملاحقة القضائية. وحل جمعية الإخوان المسلمين مقابل الاعتراف بحق وجود حزب الحرية والعدالة في المشهد السياسي. وتنص المبادرة على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية يناير المقبل، مع تعهد كل من مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح لهذه الانتخابات. مبادرة أخرى كان طرحها المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا، تتضمن تشكيل حكومة توافقية جديدة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس، وهذه الحكومة تشرف على انتخابات برلمانية جديدة خلال شهرين من انعقاد أول جلسة لها. يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة وتحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية. مبادرة العوا لاقت ترحيبا مبدئيا من الإخوان المسلمين، إلا أن القوى الثورية رفضتها وقالت إنها تهدف لإعادة الإخوان المسلمين إلى الحكم من دون أي محاسبة. مبادرة ثالثة تقدم بها رئيس الوزراء في عهد مرسي هشام قنديل، تتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 من يونيو، من بينهم مرسي، وتجميد القضايا المقدمة ضدهم، ثم إجراء استفتاء على ما حدث في انقسام البلاد. وتشمل مبادرته أيضا تهدئة إعلامية وإرسال وفد للإطمئنان على مرسي. ولكن هذه المبادرة لم تلقى ترحيبا من القوى الثورية التي رفضت حتى أن يتقدم قنديل بأي مبادرات، واتهمته بأنه من المشاركين في صنع الأزمة.